المشاهدون الأكارم، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد أعاده الله علينا بالخير والبركة. وننوه بأن يوم غد الأربعاء سيكون إجازة رسمية. عناوين الأخبار: إقليم القاشباركة يكرم عدائه. جهود لتطوير المرأة في إقليم عنسبة. الإريتريون في أستراليا يتبرعون لصندوق أمانة الشهداء. رئيس الوزراء الصيني يستنكر الدعوات الغربية لخفض العلاقات الاقتصادية مع بلاده. الأمم المتحدة تطالب واشنطن بالاعتذار لسجناء في غوانتنامو. روسيا تتحدى الناتو وتشعل أجواء بحر البلطيق. إلى التفاصيل: كرم إقليم القاشباركة ماليا العدائين والمدربين أعضاء نادي إقليم القاشباركة لألعاب القوى. وقد كرم في المناسبة التي جرت في مدينة بارونتو في 22 من يونيو الفائز بماراثون أسمر لعام 2023 العداء نهم رمياس و4 عدائين أولمبيين ومدربيهم. وقدم مبلغ 15,000 نقفة للعداء نهم رمياس و5,000 نقفة للعدائين أصهروا منافسة في ماراثون أسمر، و4,000 نقفة لعدائين انضم إلى المنتخب الوطني لألعاب القوى ويشاركان في المنافسات الدولية. وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى في الإقليم السيد داوود كالا إن العدائين المتفوقين يعكسون القدرات الكامنة للإقليم، مؤكدا الاهتمام الكبير مستقبلا في هذا المجال. وهنأ المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم إدريس صالح العدائين الذين يحققون انتصارات في المحافل الوطنية والدولية، مؤكدا على اهتمام الإقليم لتشجيع الرياضيين. وأوضح حاكم إقليم القاشباركة السفير محمود علي حوري أن تكريم العدائين الذين يرفعون اسم وطنهم وعلم بلادهم يساهم للحفاظ على النجاحات والدفع بها قدما وتنشئة رياضيين أكفاء. وشكر الفائز بماراثون أسمر لعام 2023 العداء نهم رمياس بالاستقبال الحافل والتشجيع الذي وجده، مؤكدا على العمل مستقبلا لتحقيق انتصارات أكبر، وتبرع من جائزته المالية لأسر الشهداء. أفاد الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة في الاجتماع التقييمي نصف السنوي الذي عقده يوم 23 و24 من يونيو في مدينة كرن على أنه يعمل لتقوية التأطير. وأوضح في الاجتماع انخفاض ظاهرة العادات البالية نتيجة أنشطة التوعية في أوساط الشعب. وذكر التقييم الدور الكبير للمرأة في الحفلات المنظمة لتكريم وترفيه قوات الدفاع، مشيدا بالزيارة التي قام بها عمال المؤسسات الحكومية وإدارات الضواحي في مدينة كرن باستخراج مبلغ أكثر من 51,000 نقفة إلى مستشفى قلاس العسكري. وأشار إلى النتائج المرضية لتمكين المرأة بتقديم المناحل لتربية النحل. وأوصى الاجتماع لجمع المستحقات المالية السنوية في أوانها والدفع بالأنشطة التدريبية. وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة السيدة أمنة حسن في ختام الاجتماع أن الاتحاد يعمل باستمرار لتقوية قدرات المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتأطير. تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف المدن الأسترالية بأكثر من 27,000 دولار لصندوق أمانة الشهداء، واتخذوا مسؤولية عائلة 15 أسرة شهيد، وذلك في مناسبات إحياء يوم الشهداء. وأفاد مكتب القنصلية العامة في أستراليا ونيوزيلندا بأن الإريتريين في ملبورن تبرعوا بمبلغ 15,053 دولار ومسؤولية عائلة 8 أسر شهداء. وتبرع الإريتريون المنضمون في مجموعة سوكي القاعدة الخلفية لثورتنا في موقع الواتساب المقيمين في مختلف الدول ب 539 دولار لصندوق أمانة الشهداء وتمويل أسرة شهيد واحدة. وتبرع الإريتريون في سيدني
ب$4185 وتعهدوا لإعالة أسرة شهيد واحدة. وتبرع الإريتريون في مدينة بارز ب$7456، بينما مول المواطن يعبيها بتسعين 3 أسر شهداء وتمويل 3 مواطنين 3 أسر شهداء أخرى. وقدم المواطنون عموما مبلغ $27,224 ماليا وتمويل 5 أسر شهيد وتعهد لتمويل 11 أخرى. بحث الإريتريون في جوبا بجمهورية جنوب السودان في الاجتماع الذي عقدوه يوم 25 من يونيو تقوية القوى الاجتماعية. شارك في الاجتماع إدارات الجالية واللجنة الوطنية وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وجمعية شاحنات الصهاريج ومنظمة الفرق الرياضية. وقال سفير إريتريا السيد يوهانس دخل ميكائيل في التوضيح الذي قدمه عن أهمية التأطير إن الانتصارات التي تحققت في المراحل الماضية هي نتاج التأطير القوي ويجب مواصلته في هذه المرحلة والمراحل القادمة. وقدم الاجتماع توصية للإريتريين المقيمين في جنوب السودان للتأطير في التنظيمات الوطنية وتقديم المتطلبات لإنجاح البرامج الوطنية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشي إنغ في خطاب خلال افتتاحه لما يعرف بمنتدى دافوس الصيف شمال الصين عن امتعاضه من الدول الغربية لتقليص الاعتماد على بلاده، واعتبر ذلك فرضية زائفة. وقال رئيس الوزراء الصيني للمندوبين المشاركين في كلمة دعا فيها إلى تعميق العولمة الاقتصادية والتعاون في الغرب، يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يسمى بتقليص الاعتماد والتخفيف من المخاطر. هذا وشدد رئيس الحكومة والرجل الثاني في الدولة المسؤول عن القضايا الاقتصادية في الصين بشكل أكثر تحديدا على الحاجة إلى التعاون الذي يعد السبيل الوحيد لتوليد النمو والازدهار على حد تعبيره. وأعلنت ألمانيا حيث أجرى لي تشينغ زيارة رسمية مؤخرا أنها تريد أن تنوع شركائها لتقليص المخاطر المرتبطة باعتمادها الكبير على الصين. وإلى ذلك تبنت دول غربية أخرى مواقف مشابهة مثل ما فعلت الولايات المتحدة التي تدفع حلفائها الغربيين إلى تقليص اعتمادهم على التكنولوجيات الصينية، وذلك بحجة الحفاظ على الأمن القومي. قالت خبيرة الأمم المتحدة لين أن معاملة الحكومة الأمريكية لسجناء غوانتنامو كانت قاسية ولا إنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي، ودعت واشنطن إلى الاعتذار وتقديم تعويضات. وذكرت أورلين للصحفيين بعد اختتامها لزيارة هي الأولى من خبير بالأمم المتحدة إلى منشأة الاحتجاز في كوبا بعد عقدين من الاحتجاز، شهدت معاناة المعتقلين البالغة والمستمرة. ووصف خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة العام الماضي السجن بأنه ثقب أسود قانوني، ووصمة عار على الالتزام الولايات المتحدة حكم الدولة القانون. وخلال السنوات 20 الماضية احتجز ما مجموعه 780 شخصا في غوانتنامو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تجري تدريبات تكتيكية بطائرات مقاتلة فوق بحر البلطيق، هدفها الرئيسي هو اختبار الجاهزية لأداء العمليات القتالية وعمليات المهام الخاصة. وذكرت الوزارة على التليجرام أن طواقم سو 27 وهي طائرات مقاتلة التابعة لأسطول البلطيق أطلقت النار من أسلحة محمولة جوا على صواريخ كروز وعلى محاكاة لطائرة عدو. وأضافت أن الهدف الرئيسي من التدريب هو اختبار مدى جاهزية طاقم الرحلة لأداء المهام القتالية والخاصة على النحو المنشود. وقالت الوزارة أنه بالإضافة إلى تحسين المهارات تقوم طواقم الطائرات المقاتلة بمهام قتالية على مدار الساعة لحراسة المجال الجوي لكلينغراد.
تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. إقليم القاشباركا يكرم عدائيه. جهود لتطوير المرأة في إقليم أنسبة. الإريتريون في أستراليا يتبرعون لصندوق أمانة الشهداء. رئيس الوزراء الصيني يستنكر الدعوات الغربية لخفض العلاقات الاقتصادية مع بلاده. الأمم المتحدة تطالب واشنطن بالاعتذار لسجناء في غوانتنامو. روسيا تتحدى الناتو وتشعل أجواء بحر البلطيق. وصلنا إلى ختام النشرة من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.